حاسس ان هو تعبان، مش عارف في ايه. كل حاجه كويسه معايا، باكل كويس، بشرب كويس، بخرج بتفسح، بس مش عارف. حاسس ان انا تعبان، مش حاسس ان انا مبسوط. انا عارف بضحك على نفسي، بس انا في الحقيقه انا مش مبسوط. انا عارف كده كويس. انا بضحك قدام الناس، بضحك مع اصحابي، بخرج معاهم، بس جوه في حاجه غلط. ده اللي بنسميه شقاء الروح. زي ما الانسان لو بطل اكل مده يحصل يجوع، لما يجوع بطنه تصوص، كذلك الروح تصرخ. اللي بعيد عن ربنا بيجد الصرخه دي بتحصل له. لما تحصل له الصرخه دي بقى الناس بتتفاوت في التعامل معاها. دي اخطر مشكله. قسم عارف السكه، عارف انا تعبان عشان بعيد عن ربنا، يبتدي يرجع عادي، كل اريحيه عادي، يستسلم تماما. التاني بقى يا عيني تايه، ربنا وصفه ايه؟ حيران، مش عارف في ايه، مش عارف انا تعبان ليه، مش عارف المفروض اعمل ايه. له اصحاب يدعونه الى الهدى اتينا، قل ان هدى الله هو الهدى، وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون. هو ده العلاج، نسلم لرب العالمين، اقيموا الصلاه اتقوا. بس هو المسكين يا عيني حيران، ما يعرفش المعلومه دي. يقول لك المشكله في ايه؟ المشكله ان انا اكيد عشان انا قافل على نفسي شويه، انا محتاج افرفش شويه، ابسط نفسي شويه. ابتدي يبحث عن الايه؟ الانبساط اللي الناس بتنبسط، ويتفرج على افلام، يخش سينما، ينزل مع اصحابه، يقعد على القهوه. ابتدي يقول لك انا مشكله انا ما امشيش مع بنات، ما امشي مع بنات، يعني الواحد يفك شويه كده. انا ليه خانقه كده؟ ليه قافل على نفسي؟ الفكره في ايه بقى؟ ان هو لما بيجي يعمل معصيه نفسها يلاقي نفسه مبسوط. يعني وهو ماشي مع البنت مبسوط، وهو في السينما مبسوط، وهو بيشرب بيعمل دماغ مبسوط، فيقول تمام ايوه كده ما انا اتبسطت اهو. لكن المشكله في ايه؟ المشكله لما الحاجه دي بتقف بقى. يعني راجع تاني خلاص بعد ما قضى اليوم دوت، راجع البيت قاعد مع نفسه، مفيش بنات، مفيش خمره، مفيش اصحاب. يحس بايه؟ يحس ان هو اسوأ من الاول، اشقى من الاول، يحس ان هو مخنوق جدا. ان هو في الحقيقه اللي كان بيعمله ده ما كانش بيعالج نفسه، كان بيخدرها. يخش في المرحله 2، المرحله الاولى ان هو بدا في المسكنات، المرحله الثانيه مش بيوقفها. تبدا دوره حياه الشاب اللي ضايع العادي بقى، ينام 10 ساعات تقريبا في اليوم على الاقل، لان النوم مسكن جبار. يعني مش محتاج انا لا معاصي ولا بنات، انام وخلاص. يصحى ياكل، يفتح التلفزيون، ما بين فيلم ما بين اغنيه ما بين مسرحيه، ممكن يخش على الاباحيات لو قاعد لوحده، يخش على النت ويقعد يقلب ويعلق وبتاع. وبعد كده ينزل مع اصحابه، يقعد على القهوه، يطلع من القهوه على البحر، يطلع من البحر على البلاي ستيشن، يطلع من البلاي ستيشن يرجع تاني القهوه، وما بين ده ودوت يكلم البنت او ينزل معاها او يروح او يجي او يشرب او يسكر. المهم يروح البيت ينام عشان يصحى تاني يوم يعمل نفس الحاجه، علشان هو ما ينفعش يبطل، ان هو عارف لو بطل بيحصل ايه. لو امه قالت له يا ابني نفسنا نقعد معاك، يقول لها ماما انا بتخانق لما بقعد في البيت. لا انت ما بتتخانقش لما بتقعد في البيت، انت بتتخانق لما تقعد لوحدك. انت لو قعدت في اي مكان لوحدك كنت هتتخانق، مش امك اللي خانق، والا فانت بعد التزامك بقيت بتستمتع لما بتقعد معاك. كنا بنتخانق من اهلنا، بابا انا ما اقدرش ما انزلش مع اصحابي، ما ينفعش اجي بدري، لازم اجي متاخر، يا ابني ارجع بدري، معلش مش هقدر ارجع بدري، لازم ارجع 2 و3 بالليل عشان اتخمد، ما ينفعش اقعد معاكم بستحملش، انتوا خانقه. لا هم مش خانقه، والا فهم دلوقتي بقى احسن ناس تقعد معاهم امك وابوك، اتبسط قوي. دلوقتي الاخ ملتزم فعلا تجده مش عايز ينزل من البيت، عايز تخنقه قول له تعالى نتفسح، يقول لك بقول لك ايه الله يكرمك اديني قاعد في البيت مستور ومعايا مصحفي وانا بسمع درس وقاعد مع زوجتي وعيالي وحلو كده. ننزل في الشارع بقى بهدله وبنات وسجاير واغاني، ما بتبسطش. بقى بيحب البيت. ان من علامات حلاوه الايمان يا اخوانا ان تستوحش من الناس، لان الناس بيشغلوك عن مين؟ عن الله. لما بتبقى لوحدك بتبقى اسعد. تاني كانش يقدر يقعد لوحده، لازم يقعد وسط حاجه تخدره. مرحله 3 ان المسكن نفسه ما بقاش يجيب نتيجه، هو بيجي بعد فتره بيلاقي المسكن ما بيجيبش نتيجه. ايه الحل؟ هيزود الايه؟ المسكن. بدل ما كان بيشرب سيجاره عاديه خليها محشيه، بدل ما كان بيكلم بنات بس عايز يلمسهم، لا ده عايز يوصل دلوقتي للزنا، مبقاش يجيب معاه. بعد فتره يحصل ايه؟ لو واحد قعد يدمن المسكنات ويعليها لفتره طويله جدا من عمره، قد تاتي ازمه قلبيه في وقت من الاوقات، يموت. كذلك صاحبنا ده بعد فتره بيموت، وبتدي المرحله الاسوأ، المرحله 4 مات. يعني انت لو جيت كلمته وقلت له يا ابني انت بعيد عن ربنا، بتقول لك في ايه؟ انت مش معاك خلاص، هو مش موجود، هو مش بيحس. بعد ما يموت مرحله 5، لو جبنا ميت يا اخوانا ما دفناهوش يحصل ايه؟ هيعفن. بعد ما يعفن ريحته تطلع بالظبط كده. بقى دلوقتي بيأمر بالمنكر صريح، ينهى عن المعروف، يسخر من الملتزمين، يسخر من الدين نفسه، يستخف بالتوبه. بدأت ريحته معفنه تطلع. استحملش اقف معاه 5 دقايق. 5 دقايق دول ممكن يحصل فيها حوالي 1000 معصيه، يعني ما بيقعدش 3 ثواني الا بيشتم. الكلام نفسه ما فيش 10 كلمات الا لازم يطعمها بايه؟ سب، شتيمه. هي كده، ده الكلام العادي، غير الغيبه، غير الانذار المستفز، غير الاستهزاء بالدين، غير السيجاره اللي هو شغالها، غير البنات اللي قاعد يبص لهم، غير المواضيع التافهه اللي بيتكلم فيها. انت مش تستحمل تقف معاه. كل الضلال اللي ماشي فيه الشاب ده بسبب ايه؟ بسبب عدم فهم. ولا مره في كل المرات دي قال اللي انا فيه غلط، اصلا تشخيص غلط. انا باخد مسكن او مخدر، انا ما باخدش علاج.
هل ما فيش امل؟ لا، في امل. حتى الميت في امل.